المشاهدون الأكارم، سعدتم أوقاتنا أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها من الفضائية الإرتيان، سهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. حاكم إقليم القشبركة السفير محمود حرو يلتقي سكان منطقة قرست. توسيع خدمات المياه في منطقة دك الشحاي في القشبركة. انعقاد مؤتمر الشباب العمال في مديرية أسمات إقليم عنسبة. بوتين يشيد بعلاقات روسيا مع جمهورية الكونغو. روسيا تستعد للرد على الطائرات الأمريكية في البحر الأسود. الين الياباني يتراجع إلى أدنى مستوياته في 83 عاما مقابل الدولار. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. التقى حاكم إقليم القشبركة السفير محمود علي حرو يوم 23 من يونيو سكان منطقة قرست، وبحث الاستفادة من الخدمات الاجتماعية واستخدام الأراضي الزراعية. وتناول اللقاء استكشاف كيفية استفادة الشعب من المرافق التي أرسيت في المنطقة وكذا حل المصاعب. وقال السفير محمود إن الوقت حان لدراسة سبل استخدام الأراضي الزراعية المطرية وخاصة الزراعة النقدية وتصحيح النواقص، داعيا لمساهمة إدارات الضواحي لرفع الإنتاجية وعدم هدر الأراضي. وقال إن هناك من يستحوذ على الأراضي الزراعية دون وجه حق، ويقومون بإهدار مساحات كبيرة من الأراضي واستئجارها بشكل غير قانوني. وقد تقرر إجراء دراسة عن استخدام وإدارة الأراضي الزراعية والحصول على ظواهر تحتاج إلى إعادة النظر. وحث المزارعين بشكل عام وإدارات الضواحي والأعيان خاصة على فهم الغرض من الدراسة وزيادة معرفتهم بالسكان والأراضي التي يديرونها، والعمل معا لزيادة استخدام السكان لمؤسسات الخدمات الاجتماعية. وأوضح مدير مديرية قلوج السيد دسيزر ميكائيل أن ضاحية قرست توجد فيها أراضي زراعية واسعة تديرها مؤسسة الغلال والمواشي، وسيتم إعادة تنظيمها، مذكرا إياهم بالمساهمة الفعالة في ضمان حق الانتفاع. وذكر المشاركون لتوفير بديل للمزارعين الذين تم الاستيلاء على أراضيهم الزراعية لمشروع قرست الزراعي، ومنح الفرصة للقادرين للأنشطة الزراعية النقدية وبحث أوضاع التعليم والقيام بالمراقبة الجادة لجرارات مؤسسة الغلال والمواشي، وخلق الأرضية لمعاقل حرب للعمل الزراعي عبر جمعية تعاونية. وأوضح السفير محمود علي حرو منح الأولوية لتخفيف المشاكل في إدارة واستخدام الأراضي الزراعية من خلال اتباع أسلوب لا يشجع على هدر الأراضي وإزالة الغابات، وسيتم توزيع الأدوات الزراعية إلى إدارات الضواحي لتمهيد جيد للأراضي الزراعية قبل حلول موسم الأمطار. ساهمت المبادرة التي اتخذها سكان منطقة دك الشحاي في مدينة لوغو عنسبة في تخفيف التحديات التي واجهت المشروع المتكامل المشيد لتوفير مياه الشرب النظيفة في المديرية بسبب نقص المياه الجوفية وزيادة عدد المستخدمين. وأوضح مدير الضاحية السيد نقاسي ولد سلاسي أنه تم تحسين المحتوى المائي من خلال بناء سد بمشاركة السكان ومساهمة الحكومة. وأضاف أن المواطنين ساهموا بالتنسيق مع قسم المياه في حفر بئرين وتركيب الطاقة الشمسية ومد حوالي 2.5 كيلومتر من أنابيب المياه. وقال رئيس وأمين لجنة تنمية المياه إن مشروع مياه الشرب النظيف المشيد في عام 2004 في منطقة دك الشحاي كان يضم 4 محطات توزيع فقط، مذكرين أنهم واجهوا مشاكل خطيرة بسبب نقص المياه الجوفية، ولكن وبعد خطة التوسعة تم زيادة عدد المحطات إلى 11 وتم توزيع 421 عدادا. وأضافوا أنه إلى جانب الجهود المبذولة لتوسيع إمدادات مياه الشرب يتم إعطاء إدارة المياه أولوية عالية، وسيتم القيام بأعمال مراقبة جادة واستخدام المياه بكفاءة لضمان استدامة المشروع. من جهتهم قال السكان إنهم تمكنوا من شرب المياه النظيفة وسط قريتهم بفضل مبادرتهم والدعم الحكومي، مؤكدين استخدامها جيدا لتأمين مواردهم.
يبلغ عدد سكان منطقة دق الشحاي حوالي 7000 نسمة، وهي واحدة من المناطق 13 لمديرية لوغو عنسبة. انعقد في أصمات بإقليم عنسبة مؤتمر الشباب العمال تحت شعاره لنقدم الذي حصلنا عليه مجانا بالمجان. وبحث المؤتمر الذي عقد يوم 24 من يونيو على مستوى الإقليم بحضور المسؤولين والشركاء تقوية التنظيم ومساهمة تأثير الشباب في الأجيال الصغيرة ودورهم لمساعدة أسر الشهداء. وقال رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم عنسبة السيد الزازي برخة آب إن المؤتمر هدف نقل المعرفة المكتسبة مجانا إلى الآخرين بالمجان، داعيا الجميع المساهمة لإنجاح البرامج التي بدأت. وقدم رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد صالح أحمد دين توضيحا مسهبا عن دور الشباب لإنجاح برامج التنمية، مناديا للعمل الجاد بهدف نقل الموارد التي حصل عليها الشباب إلى الجيل القادم. وأصدر المؤتمر قرارات لنقل التعليم المكتسب مجانا بالمجان ومساعدة أبناء الشهداء. وقال سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم عنسبة السيد هيلي تولد برهانه إن المرحلة تتطلب حفاظ الشباب على قيم المجتمع ونقلها إلى الأجيال، مؤكدا على إبداء التعاون لتنفيذ قرارات المؤتمر. ونظم بالمناسبة سيمينار بشأن دور التعليم في انتصار النضال التحرري وبناء الوطن بالتركيز على تجربة مديرية أصمات. شارك في المؤتمر الذي نظمه الاتحاد الوطني للشباب والطلبة حوالي 700 شاب وشابة. شهدت مديرية دباروا في 25 من يونيو التخريج 370 شابا تلقوا دورات تدريبية مختلفة. وقال السيد داوود منقستاب رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية إن عدد المشاركين في التدريب الذي استمر لمدة 3 أشهر مقابل رسوم رمزية كان 54 متدربة في تصفيف الشعر، و55 في تمديد خطوط الكهرباء وتركيب الطاقة الشمسية، و266 في الإسعافات الأولية. وقال رئيس فرع الاتحاد في الإقليم الجنوبي السيد قرماي قبرو إن التدريب المهني أداة مهمة للشباب من أجل التحرر من الإدمان وزيادة إنتاجية الشباب، مشيرا إلى تعظيم مبالغ مالية بهدف المساهمة في بدء العمل. وحث مدير مديرية دباروا السيد فروانجيل تغل هيمانوت الشباب على الاستفادة من الفرص المتاحة في مناطقهم لتطوير أنفسهم وتأمين مستقبلهم المشرق. قدم السكان وعمال المؤسسات الحكومية في مديريات موغولو وكركبت وأعالي القاش وشامبيقو في إقليم القاش بركة أكثر من 400 ألف ناقة و85 رأسا من الأغنام لأسر الشهداء. وذكر مدير مديرية موغولو بالإنابة المقدمة من إياسو تقديم عمال المؤسسات الحكومية في مديرية موغولو 16350 ناقة لأسر الشهداء المحتاجة. وأفاد مدير مديرية كركبة السيد عبد الكريم إدريس تقديم عمال المؤسسات الحكومية والسكان 218500 ناقة و85 رأسا من الأغنام لأسر الشهداء. وفي مديرية عالي القاش قدم سكان بلدة تكومبيا 49200 ناقة ووظفت في حراثة الأراضي الزراعية لأسر الشهداء، و120 ألف ناقة تبرع بها عمال المؤسسات الحكومية. وقدم عمال المؤسسات الحكومية في شامبيقو 100 ألف ناقة، وإحدى المواطنات 10 ألف ناقة لأسر الشهداء. ودعا مدير مديرية شامبيقو السيد كحسي أسرات إلى مواصلة الدعم باستمرار. مشاهدينا الأكارم، كانت هذه الأنباء المحلية. فاصل قصير ومن ثم نعود لنوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو أن روسيا وجمهورية الكونغو تمكنتا من بناء علاقات جيدة وطيبة.
وأشار بوتين إلى أن ساسو نجيسو بذل شخصيا الكثير من أجل تطوير العلاقات الروسية الكونغولية، وشارك شخصيا في قمتين روسية إفريقية. وأعرب الرئيس بوتين عن شكره لنظيره الكونغولي على عملهما المشترك على الساحة الدولية. من جانبه قال سانسو نجيسو إن روسيا وجمهورية الكونغو تحافظان على علاقات ودية وتضامنية على مدى 60 عاما. وأعرب الرئيس الضيف عن أمله في التعاون الوثيق مع روسيا على مدى السنوات الستين المقبلة، وشدد على أن دول أفريقيا تعرب عن امتنانها لروسيا لأن العلاقات معها تسمح لها بمقاومة الاستعمار بنجاح. قالت وزارة الدفاع الروسية إن وزير الدفاع أندريه بيلسوف أمر بتقديم مقترحات بشأن كيفية التعامل الفوري مع استفزازات الطائرات الأمريكية المسيرة فوق البحر الأسود. وذكرت الوزارة في بيان أنها لاحظت نشاطا متزايدا في المنطقة لطائرات أمريكية مسيرة. قالت إنها تقوم بعمليات استطلاع وتجمع معلومات حول أهداف محددة لتمكين أوكرانيا من شن هجمات على منشآت روسية باستخدام أسلحة غربية عالية الدقة. وقالت الوزارة إن حلف الشمال الأطلسي سيتحمل مسؤولية أي حادث من هذه القبيل. ولم يشر البيان إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا عام 2014، لكن كثيرا ما تستهدف القوات الأوكرانية منشآت عسكرية روسية في القرم باستخدام صواريخ، من بينها صواريخ قدمتها الدول الغربية. تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ أواخر عام 1986 وسط فجوة كبيرة في سعر الفائدة بين الاقتصادين، مما جعل الأسواق في حالة تأهب بحثا عن إشارات على تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة. وارتفعت العملة الأمريكية بنسبة 0.5% في أحدث التداولات، وفي المرة الأخيرة التي عبر فيها الين مستوى 160 تعززت العملة بشكل حاد خلال جلسة التداول، مما دفع المحللين إلى التكهن بتدخل البنك المركزي الياباني لدعم الين. وأكدت وزارة المالية اليابانية لاحقا التدخل في مايو قائلة إنها أنفقت 62.25 مليار دولار على دعم العملة بين 26 من أبريل و29 من مايو. وفقا لبيان، كانت هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها الحكومة اليابانية مثل هذا الإجراء السوقي منذ أكتوبر 2022 وفقا لسجلات الوزارة. الخبر الأخير في هذه النشرة: ضرب زلزال بقوة 7.2 درجات قبالة سواحل البيروم وفق ما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، مع توقع موجات تسونامي على طول بعض السواحل. ورفع المركز تقديره لقوة الهزة بعد وقت قصير من وقوعها على بعد 8.8 كيلومترات عن منطقة أتيكيبا. وأضاف أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات. وبعد ما أشار مركز الهادئ للتحذير من تسونامي في البداية إلى عدم وجود تهديد، حذر لاحقا من أمواج محتملة يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار عند بعض السواحل. وتقع البيرو التي تعد نحو 33 مليون نسمة ضمن حزام النار في الهادئ، وهي منطقة شاسعة ذات نشاط زلزالي كثيف تمتد على طول الساحل الغربي للأمريكيتين. نهاية النشر. هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود حروي يلتقي سكان منطقة قرست. توسيع خدمات المياه في منطقة دك الشحاي في القاشبركة. انعقاد مؤتمر الشباب العمال في مدينة أصمات إقليم عنسبة.
بوتين يشيد بعلاقات روسيا مع جمهورية الكونغو. روسيا تستعد للرد على الطائرات الأمريكية في البحر الأسود. والين الياباني يتراجع إلى أدنى مستوياته في 38 عاما مقابل الدولار. سادتي سيداتي، نكون قد وصلنا وياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.